بقى الايام الجايه دي على امتحانات ثانويه عامه، ومعظم المسجات اللي بتجيلي الحقنا بتوليفه للثانويه العامه، عايزين حاجه للمذاكره. فهم كده عايزين ايه؟ عايزين حاجه ما تكونش فيها مراره، طعمها حلو، وفي نفس الوقت الكافيين بتاعها عالي. فتعالى نعمل التوليفه دي مع بعض. هنبتديها بكريمه القهوه. القهوه بص تبقى كريمي ودايبه كده، دي نفس التوليفه اللي انا هعملها لك. شايف قوام الوش؟ شايف كريمي قد ايه؟ فهنبتديها بالكريمه. فهنحط 100 جرام من البن البرازيلي في قوام وش القهوه دي. انا تقريبا ماسكها بقالي 5 دقايق في ايدي، مفيش فيها غلطه. فهناخد 75 جرام من البن الاندونيسي. الاندونيسي هيعلي لك نسبه الكافيين ويظبط لك الوش والقوام. هنزل ب 75 جرام. تحس في التيست بتاعها كده تيست الشوكولاته. هاخد لها 50 جرام من البن الهند الارابيكا، في اخر درجات الوسط بيديك طعم الشوكولاته. ليه حاسك كده عينك على الكولومبي ومزازه الكولومبي وتيست الكولومبي؟ فهحط لك 25 جرام من البن الجيتومالي، ده ابن عم الكولومبي، بيديك نفس الخاص بتاعته بس ما فيهوش مراره. عايز تحوجها؟ تعالى اما اقول لك تحوجها ايه. دي التحويجه بتاعتك ب 10 جرام من الحبهان، شويه قرنفل بقى وشويه ورد كده بيخلي ريحه القهوه حلوه، حوالي 5 جرام. واحده من جوز الطيب، ودي طعمها بقى حلو في القهوه بس ده اختياري مش اجباري، بس دول اجباري. 2 من الجينسنج يا زميلي كده يدوك طاقه وبار ويخلوك تدغدغ الدنيا وتفضل تذاكر طول الليل. فحط عودين من الجينسنج كده يكونوا مزيتين على واحده من جوز الطيب. قلب كلامك الجميل ده كله وانزل بيه في مطحنتك، وانا علاء فوده وبعرفك كل حاجه عن القهوه. فربنا ينجحكم ويكرمكم.